بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بجد الترحيب بيكم على قناة أبرار تعليمية مواد تجارية. النهاردة إن شاء الله معاكم محاسبة، هيبقى فتح من قناة أبرار، وهنبتدي ناخد كل المراجعات الخاصة بالصف الثاني. كل الشعب إن شاء الله هنزلها تباعا ورا بعض، فتابعوني. هكون سعيدة أوي لو فعلتوا الجرس علشان توصلكوا كل الفيديوهات. في قوائم تشغيل هنزلكوا الروابط بتاعتها اسفل كل فيديو الخاص بالصف الفرقة بتاعتكم. هنتكلم دلوقتي على المراجعة النهائية في مادة الدعاية والإعلان، ودي مادة حلوة أوي وسهلة مقررة على الصف الثاني التجاري ترم تاني. هناخد كل المراجعات، ممكن نقسمها على جزئين أو على فيديوهين عشان ما يبقاش الفيديو مدته طويلة وتزهقوا، لأن أنا نفسي بزهق من عدد الفيديوهات الطويلة. طبعا المراجعة دي 7 صفحات، ممكن ناخد صفحة ونص أو صفحتين مع بعض علشان نقفل المادة دي كلها. السؤال الأولاني تكلم عن تعريف الحملة الإعلانية. الحملة الإعلانية تعريفها البرنامج المخطط المحدد من جانب المعلن، وجهود بتبقى مدروسة ومخططة بدقة، والتي تسعى إلى تعريف الجمهور بالمنتج أو السلع. طبعا تنقسم الحملة حسب النطاق الجغرافي. اما اجي ابتدي اقسم اعمل حملة اعلانية، ببتدي اشوف انا بخاطب مين. يبقى بتنقسم الى حملة اعلانية محلية جوه البلد، حملة اعلانية اقليمية على مستوى الاقليم اذا كان بيناقش مشكلة زي مشكلة المناخ او مشكلة المية او مشكلة الكهرباء، وحملة اعلانية قومية خاصة بوحدة الوطن، وحملة إعلانية دولية لمكافحة مثلا المخدرات، لمكافحة حاجات ببقى حطاها أو بروج ليها في الحملة. يعني بحاول أعرف الناس عن ان انا بحذرهم من حاجة، حملة شلل الاطفال، حملة حاجات من دي. فانا دي اسمها حملة محلية لو انا مثلا بعالج مشكلة داخل البلد. نيجي بعد كده السؤال التاني، خطوات ومراحل التخطيط للحملة. أنا بقى قبل ما أعمل الحملة لازم يبقى ليها خطوات ومراحل عشان تطلع حملة تحقق الهدف المقصود منها. أول حاجة تحديد الهدف المقصود للحملة الإعلانية. بحط بالظبط هدف للحملة، أنا بعمل الهدف ده ليه أو الحملة دي ليه، الهدف مني إيه. أعرف الناس إن في مثلا لقينا بير بترول في حتة الفلانية، فاحنا بنعمل حملة إعلانية. عملنا حملة إعلانية للإعلان عن حجز شقق في العاصمة الإدارية. عملنا حملة إعلانية عشان حجز حاجة مثلا في المدن الجديدة. يبقى أنا هدفي الأساسي إن أنا بعرف الناس إن في مشروع جديد قائم، وحضرتكم أو حضراتكم ممكن تشتركوا وتبتدوا تحجزوا شقق فيه. تاني حاجة جمع البيانات والمعلومات التي تحويها الرسالة الإعلانية. طبعا أنا الرسالة الإعلانية دي مدتها قليلة قوي، قد تكون ثواني أو دقايق، تبقى مكلفة جدا. طبعا بجمع كل بيانات والمعلومات بشكل مركز قوي عشان أحطها في رسالة للمتلقي وعشان يفهمها بصورة جيدة. تحديد الوقت المناسب لبدء الحملة. تحديد الوقت المناسب لبداية الحملة. أنا هنعمل حملة إعلانية، فأنا ببتدي أمهد الوقت المناسب، بختار ليها الوقت المناسب. بمعنى ما ينفعش أعمل حملة إعلانية في مكان عن شقق مثلا، في مكان ناس كله اشترت فيه الشقق، يعني ناس مستوى الدخل بتاعها كبيرة وهم اشتروا فعلا. يبقى ببتدي اختار الوقت المناسب لبداية الحملة ونهايتها. رابع حاجة اختيار الوسيلة الإعلانية المناسبة. الحملة الإعلانية بتاعتي أو الرسالة بتاعتي هوصلها عن طريق التلفزيون ولا الإعلانات الورقية ولا الراديو ولا السوشيال ميديا، ولا بختار لها الوسيلة اللي أنا هبتدي أركز عليها. رقم 5 المعرفة بأماكن التوزيع حتى يمكن الاختيار وسائل النشر. ببتدي اختار وسائل النشر المناسبة حسب طبيعة الحاجة اللي انا بعلن عنها. ببتدي انقي لها اماكن التوزيع توزع فين. وبعد كده اخر حاجة تحديد معالم الجمهور، حيث ينقسم الجمهور. طبعا انا باجي اعرض حاجة على الشعب، على الجمهور. تمام. حملة إعلانية بتبقى أحيانا بتبقى شقق مثلا، أنا واخدة مثال الشقق عشان دي بتبقى الإعلانات بتاعتها متوفرة. تمام. الجمهور هيتلقى خبر ان في مدن جديدة بتتبني ازاي، رد فعل كلامي ده او الحملة الاعلانية بتاعتي على الجمهور. عندي طبقة محايدة او سلبية ملهاش دعوة باي حاجة، انا بسميها الطبقة اللي هي على جنب دي، وطبقة موالية او مفضلة للفكرة.
تمام. بتفضل فكرة المدن الجديدة والمباني والحاجات دي، فبتبقى هي مرشحة أو مفضلة الفكرة وبتبقى معاها وبتدعمها. نيجي بسرعة للسؤال التاني، تكلم عن أهم العوامل التي تتحكم في اختيار الوسيلة الإعلانية. في بعض العوامل اللي بتتحكم في إن أنا ببتدي أنقي الوسيلة الإعلانية. مش كل وسيلة بتنفع لكل أفراد المجتمع وكل طبقات المجتمع. طبعا أنا براعي في العوامل دي العدد الفعلي للأفراد، المنطقة اللي أنا هعمل فيها التوزيع، المنطقة السكنية دي كام عدد أفرادها، كثافتها قد إيه، الاعلان بتاعه او الوسيله او الاعلان الاقليمي ده هتوصل لكام عدد، كام عدد الاشخاص. تاني حاجة عدد النسخ المباعة من كل صحيفة أو مجلة. طبعا مش كل الناس مفضلة موضوع القراية يعني، فموضوع القراءة ده مش كل الناس ماهرة فيه، فأنا لازم أبتدي أنقي أو أشوف النسخة المباعة عندي. بفترض مثلا 20% مثلا من الناس، 25%، 30%. تمام. يبقى ببتدي عشان ما اطبعش والطباعة بتاعتي تترمي التكلفة بتاعتها في الأرض. نيجي التكلفة النسبية للإعلان. أنا لو عملت إعلان في التلفزيون، التكلفة البادجت بتاعي قد إيه؟ هتكلف قد إيه فلوس؟ طب لو أنا كلفته هيجيب لي ناس أو هيوصل لي الرسالة أفضل، ولا لو أنا عملت إعلانات ورقية؟ رقم 4، الخصائص الفنية والإنتاجية لوسائل الاتصال الجماهيري. طبعا لو أنا مثلا عرضت على الفيس أو عرضت على اليوتيوب او عرضت على تويتر، كل السوشيال ميديا دي هيعمل لي اتصال جيد بالجماهير. طبعا هستخدم الاسس الفنية والانتاجية والادوات دي عشان اوصل الرسالة الاعلانية بتاعتي. اخر حاجة الجمهور المستهدف والمرحلة التسويقية. انا بستهدف جمهور مين؟ انا مثلا بخاطب فئة الشباب بحذرهم من اثر المخدرات، ولا بخاطب فئة كبار السن بكلمهم عن زي التأمين الصحي، ولا بكلم فئة البنات ان هم لازم يلتزموا بحاجات معينة في الدراسة، ولا بخاطب مين؟ يبقى انا بحدد الجمهور المستهدف من الرسالة الاعلانية. انا بخاطب ربات المنزل، بخاطب الاطفال، بخاطب الامهات علشان تطعم. فانا بحدد في الرسالة بتاعتي دي انا بكلم مين. والمرحلة التسويقية انا بسوق ليه، انا الهدف الاساسي ان انا اوصله او الفكرة اللي انا هوصلها للجمهور هي ايه. نيجي السؤال اللي بعد كده، تكلم عن اهم اسباب تخطيط الحملة الاعلانية. طبعا عندي اسلوب الخطة المستمرة، شغالة خطة على طول مدتها مثلا بحدد المدى الزمني بتاعها، مدة سنة، مدة سنتين. خطة مستمرة، اعلانات مستمرة، توعية مستمرة. ولا خطة اسلوب الخطة المجزأة، انا بعمل خطة وببتدي اجزأها كل شوية ننزل بفكرة وكل شوية نركز على حاجة. ولا أسلوب الخطة المتكاملة، ببتدي أنزل الإعلان بتاعي أو أعمل دعاية للمنتج كله خطة متكاملة، تسويقه كله مرة واحدة. ده هي دي أهم أساليب. وطبعا دي ليها مش بنقي كل أي طريقة وبس بناء على كده عشوائي، لا دي في أسس ودراسات بتفضل لي كل أسلوب عن التاني وهنشوفه بالتفصيل. طبعا الاساليب اللي احنا قلناها دي بتهدف زي ما قلت لك الى بعض الحاجات. طبعا حث الجمهور المستهلك على زيادة الشراء، انا ببتدي اشجعه ان هو او قلبه بقى ان هو يشتري الحاجات دي. مواجهة الابدال، يعني حضرتك لو انا عندي سلعة خايفة عليها يطلع منتج يمحيها طبعا، فانا بحاول ابتدي اعمل ترويج للمنتج بتاعي ده وابين المزايا بتاعته جامد. وكمان بقول المنتج البديل ليه، مثلا لو اي منتج او سلعة تاني في السوق تعتبر بديل على المنتج بتاعي، بذكر ان فيها عيوب كتيرة وان هي مش هتريحك واحنا بينا عشرة واحنا كل ده بركز عليه في الاساليب اللي انا بحاول اقنع بيها الجمهور على شراء السلع. الربط بين أسرة واحدة من السلع، يبقى حضرتك لو المنتج فيه أو صاحب الشركة فيه بيعمل منتجات كتيرة، فأنا بحاول أعمل ربط بين المنتجات، بعرف إن الشركة دي هي صاحبة السلع دي كلها، فببتدي أبني قناعة إن السلعة دي فيها كويسة، ببني الثقة إن المنتج ده أنا جربت واحد فيه يبقى بقية الأسرة بتاعته حاجات كويسة. وتصحيح المفاهيم نحو سلع معينة. أنا مثلا طلعت مفهوم معين عن سلعة الاندومي مثلا ان هي بتجيب امراض وتجيب. فانا لو انا بحاول اروج المنتج ده فانا بذكر المزايا بتاعته. طبعا انا ماليش اي علاقة بالمنتج اندومي او غيره، لا انا ما مش بفضل المنتجات اللي هي تبقى معلبة او مكيسة، لا مش بفضلها عشان المواد الحافظة اللي فيها كتيرة.
وتدعيم الصناعات النوعية، ببتدي أشجع الصناعات النوعية بتاعتي الخاصة بالبلد، ومخاطبة الأشخاص المؤثرين في قرار الشراء. طبعا مخاطبة الأشخاص، لو الرجل في الأسرة هو اللي بيقوم بعملية الشراء، بحاول أنا أكلمه وأقنعه إن هو يشتري المنتج بتاعي. لو هي مثلا السيدة الفاضلة ربة المنزل أو صاحبة البيت هي اللي بتشتري، فأنا بحاول أقنعها بعملية الشراء، وبحاول أجمع بيانات ومعلومات علشان أخاطب كل شخص بالطريقة المؤثرة عشان يفهموا ويقتنعوا ويبتدوا يشتروا. هنيجي آخر حاجة في المراجعة النهاردة، الأهداف الرئيسية للحملة الإعلانية. أنا بعمل حملة إعلانية، بحط الأهداف بتاعتي الرئيسية: إيجاد الطلب على السلعة. طبعا أنا سلعة كانت ميتة قوي، فأنا عملت لها إعلانات كتيرة قوي كل شوية في التلفزيون، فالناس عرفتها. فطبعا أنا بعلن حتى لو كانت السلعة رديئة، فأنا بعلن عنها حضرتك تجرب. طبعا زيادة الطلب على السلع، المحافظة على مستوى المبيعات والأرباح، وخلق الثقة في المنشأة المعلنة. ده كان الجزء الأولاني في المراجعة النهائية للصف الثاني التجاري، مادة دعاية وإعلان المواد النظري. طبعا إذا أحسنت ده من ربنا، بفضل ربنا سبحانه وتعالى، والكمال لله وحده، وإذا أسأت فالخطأ من نفسي ومن الشيطان. طبعا مش هقول لك إن أنا ماهرة أوي في موضوع النظري، لأن الحمد لله بفضل ربنا العملي بتاعي ما شاء الله حلو قوي، لأن أنا بدي محاسبات أصلا. فانا بحاول اجتهد معاكم ان انا اوصل لكم المعلومه النظري، نساعد في رفع الفيديو لعدد اكبر عدد من الطلبه، علشان الماده دي مش ماده دروس. هنزل المذكره بتاعتها في اسفل رابط الفيديو. اشوفكم على خير في شرح فيديو جديد من فيديوهات قناه ابرار التعليميه. كانت معاكم محاسبه هبه فتحي، مدرسه الزهره التجاريه في المنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.